اهلا بالجميع، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في الفيديو تاع اليوم. فكما كتشوفوا غادي نتكلموا فيه على هذا المنتج هذا. بزاف ديال الفيديوهات في اليوتيوب هضروا على هذا المنتج هذا، ولكن ما هضروش عليه بشكل اللي هو دقيق ومفصل. اول حاجه غادي نبدا بها هي المكونات ديال هذا المنتج هذا، ومن بعد غادي نقول لكم التجربه ديالي معه. اول مكون في هذا المنتج هذا اللي هو منتج عامر بالمواد اللي هي طبيعيه على حسب داكشي اللي كتبيه في المكونات. دونك هذا المنتج هذا اول ماده كاينه فيه هي لو سيرو دو كاكتوس بيولوجيك، فيه تقريبا 15% ديال هذه الماده هذه، فيه واحد النسبه اللي هي كبيره. هذه الماده هذه ولا هذه النبته هذه هي نبته الصبار. صوبوا سيروا بنبته الصبار وحطوه هنايا. نبته الصبار عندها فوائد كثيره وعديده في علاج مشكله القولون العصبي. كتعتبر مضاده للبكتيريا، مضاده للفيروسات، مضاده للفطريات والجراثيم. مزيانه بزاف بالنسبه للمعده الامعاء، وكتحيد حتى السموم اذا كانت في الجسم. ثاني ماده كاينه فيه اللي هي الميل دو مانيكا. هذا الميل دو مانيكا ما كنتش كنعرفو انا من قبل، يعني تعرفت عليه من خلال هذا المنتج هذا. وبحثت عليه لانني قبل ما تنستعمل شي منتج كنبحث على المكونات ديالو، هو الاول كنتعرف عليهم عاد كنستعملو. هذا الميل دو مانيكا او العسل المانيكا هذا لقيت في المعلومات عليه على انه عسل اللي كيتواجد فقط في جوج مناطق في العالم باسره، اللي هي نيوزيلندا وواحد الجزيره في استراليا، ما عقلتش بالضبط على سميتها. عنده واحد الخصائص علاجيه اللي هي مهمه بزاف. لقيت انه هو عباره على عسل اللي كيقدر عنده قدره على علاج الخلايا مقاومه الخلايا السرطانيه، وكيزيد من الهيموغلوبين. لهذا فهو علاج فعال بالنسبه للمرضى فقر الدم، وعنده فوائد اخرى عديده بالنسبه للالتهابات ديال الجهاز الهضمي والجهاز الهضمي كله بصفه عامه والقولون العصبي. هو عسل اللي مميز وممتاز وعنده فوائد عديده وكثيره، ولكن للاسف ما كيتواجد بزاف ديال الدول، كيتواجد فقط غير في جوج المناطق اللي هي نيوزيلندا وواحد الجزيره في استراليا. المكون الثالث اللي فيه هي لاغوم اغابيك. لاغوم اغابيك هي الصمغ العربي. هذا الصمغ العربي بيساعد في تحسين عمليه الهضم وكيعالج مشاكل المعده والامعاء. اهم حاجه كاينه فيه هو انه كيساعد في تكوين انزيمات اللي كتهضم لنا الدهنيات. يعني واخا تاكلي واحد مثلا الغذاء اللي هو مليء بالدهنيات، في ساعه كتهضمو، في ساعه كتهضم، وفي ساعه كيجيك الجوع. تاني حاجه كاينه فيه هو انه كيكون لنا واحد الطبقه مخاطيه في جدار الامعاء. هذه الطبقه هذه كتخلي ان الغذاء ديالنا يكون المرور ديالو في الامعاء مرور بشكل سلس. فيه ايضا البروبوليس. البروبوليس هو صمغ النحل. هذه الماده هذه كيأكدوا العديد من الدراسات على انه الا استخدمات مع حبوب اللقاح ومع العسل، ماشي بالضروره يكون عسل مانيكا، اي عسل، المهم يكون عسل طبيعي حر، عندها قدره. هاد الخليط الثلاثي عنده قدره على علاج مشاكل القولون العصبي وعلاج مشاكل الهضم. البروبوليس ايضا كتعتبر مضاد للحموضه والحساسيه، وعنده خواص اخرى اللي هي القضاء على الفيروسات، البكتيريا او اي حاجه سامه في الذات ديالنا او لا في الجسم ديالنا. كاين فيه واحد لو كونسونطري ناتوريل دو بروبيوتيك، يعني فيه البروبيوتيك. البروبيوتيك هي عباره على بكتيريا نافعه. هذه البكتيريا النافعه هذه كتحفز المناعه وكتعالج مشاكل القولون العصبي، وكتعتبر مضادة للبكتيريا والفيروسات او لا اي سموم كاينه في الجسم. ايضا الماده الخامسه اللي فيه اللي هي لا فيف دو كاكاو. هاد لا فيف دو كاكاو هذه هي عباره على فول الكاكاو. الكاكاو راه ماشي هو الكوكو، الكوكو حاجه والكاكاو حاجه، غير هو بجوجهم جايين من نفس الشجره. بالنسبه لهذه اللي دايرين هنايا اللي هي لا فيف دو كاكاو، فهي عباره على ديك البذره اللي كيزرعوها باش تنبت لينا شجره، ديك الشجره اللي كتعطينا الكوكو. هذه عباره على واحد النبته اللي عندها فوائد عديده ايضا على الجهاز الهضمي وكتعالج مشاكل القولون العصبي ايضا. الماده او المواد السادسه اللي كاينه فيه هي دي بلانت. كتبين دي بلانت فيه لاسبيرولين. لاسبيرولين بلا ما نحتاج انا نهضر عليها، ديجا هضرت عليها في فيديوهات كثيره. لاسبيرولين مهمه بزاف بالنسبه لزياده الوزن، تخسيس، بالنسبه للشعر، البشره، يعني عندها فوائد اللي هي كاينه فيه. ايضا الكمون. الكمون راه صديق للمعده.
عنده فوائد عديده بالنسبه للمعده، الحموضه ديال المعده، المشاكل ديال الهضم. لو شيكوري، هذا لو شيكوري هذا هو عباره على واحد النبته اللي معروفه بزاف الناس غادي يكونوا كيعرفوها، ولكن ما عارفينش اشنا هي وشنو سميتها ولاش كتليق. لان شي مرات احيانا كانت كتبان لي انايا نبته في الطريق، او لا تقدروا تلقاوها نبته في الجبال. هذا لو شيكوري هذا ما نكرهش انني نهضر عليه في فيديو بوحدو، لانني لقيت عنده واحد الفوائد اللي هي كثيره 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 بزاف. اول حاجه فهو كيطرد الديدان الضاره، يعني الناس اللي كيعانيوا من الدود باستمرار، كياخذوا اي حاجه ما كتعالجش ليهم المشكل. بطبيعه الحال خصكم تبعدوا من السكريات اول حاجه، تقدروا تاخذوا شي علاج بالنسبه للديدان. ايضا كيعالج المشاكل ديال القولون العصبي، واهم حاجه هي انه كيفتح الشهيه بواحد الطريقه اللي هي سريعه ولحظيه. يعني الا خديتيه مثلا غير ديك الساعه ما غاديش دوز واحد المده قليله غادي تحسي بالجوع، وخصوصا بالنسبه للاطفال الصغار اللي عندهم نقص في الشهيه. وايضا كيقوي الدوره الدمويه، مزيان بالنسبه للناس اللي عندهم مشكل ديال فقر الدم بسبب نقص فيتامينات او لا نقص الحديد. في ايضا لا فيتامين سي ولا فيتامين بي 2. بالنسبه لا فيتامين سي، لا فيتامين سي علاش كيديروها في اغلب المكملات الغذائيه اللي كتلاحظوا كتكون فيهم لا فيتامين سي ولا فيتامين بي 2. الامعاء ديالنا كيمتصوا الغذاء، وكيمتصوا الفيتامينات والمعادن اللي كتكون في هذا الغذاء هذا. هاد لا فيتامين سي الا كان عند الانسان نقص فيها فواخا ياكل اللي ياكل ما كيبانش عليه، لانه عنده نقص في هذا الفيتامين سي اللي كيساعد على امتصاص الغذاء من طرف الامعاء. داكشي علاش كيديروها في اغلب المكملات الغذائيه الخاصه بزياده الوزن او لا الخاصه بفتح الشهيه. بالنسبه لفيتامين بي 2 فبزاف كيديروها في المكملات الغذائيه الخاصه بعلاج فقر الدم، بحال فيتوفير تيكون فيه لو فير مع لا فيتامين بي 9. هذاك الحديد ما يمكنش يتمتص بشكل كامل اذا كان الانسان عنده نقص في لا فيتامين بي 9 او لا بي 2. بالنسبه لفيتامين بي 9 فهي حمض الفوليك، هي نفسها حمض الفوليك. هذا حمض الفوليك اذا الانسان عنده فيه نقص ما كيتمتصش هذاك الحديد بشكل اللي هو كامل وبالكميه اللي هي كبيره. داكشي كله كيمشي كيخرج خارج الجسم، ممكن ما كيتنتفعش منه الجسم. داكشي علاش كيديروهم في المكملات الغذائيه الخاصه بعلاج فقر الدم. كاين فيه ايضا واحد الميلانج دو نوا، واحد الخليط ديال اللوز، القرقاع، لوي دو شامو هي القرقاع، لاموند، البيستاش، فيه لو نوا د كاجو، فيه الكاجو، وفيه واحد الكوريكتور داسيديتي اللي هو معدل الحموضه باش ما يخسرش المنتج، وفيه ليكستري دو فلور دورانج اي مستخلص اوراق شجره الليمون. هما المكونات ديال هذا المنتج، هذه اللي هي مكونات طبيعيه تقدري تصايبيها لراسك في الدار. الا كان عندك العسل ديال المانيكا وعندك هاد الاعشاب هذه فممكن انك تصايبيه لراسك وتعودي تاكليه وتستعمليه للاطفال ديالك، الناس الكبار، اي واحد يقدر يستعملو. ما فيهش يعني الحلبه اللي تقدر تعطي الريحه، ما فيهش اولا تكون مضره بالنسبه للحامل المراه الحامله، لان الحلبه شويه صعيبه بالنسبه للمراه الحامل. هذا المنتج ايضا حتى بالنسبه للمراه الحامل تحاول انه المراه الحامله تحاول انها تبعد من كل شيء، تاكل عادي وحتى تدوز ديك الفتره ديال الحمل، الا كانت مضطره انها تاخذ مثلا شي مكمل غذائي او لا شي دواء او لا شي حاجه، فضروري ضروري ضروري انها تمشي تستشير الطبيب ديالها وتشاور معاه عاد تشوف واش عندها امكانيه انها تاخذ هذاك المنتج او لا. انا هذا المنتج هذا فاش جربته جوج الحوايج لاحظتها فيهم. بالنسبه انا القولون العصبي، هذا المرض القولون العصبي فما عنديش وما كنعانيش منه باش نقدر انني نقول لكم انني تعالجت منه، دونك هذه ما غاديش نقدر نقولها لكم. فقر الدم ايضا ما عنديش، ولكن لاحظت من خلال استعمالي لهذا المنتج هذا، لا قرب يسالي قربت نكملو ما بقاش فيه بزاف، لاحظت انه العيا كيحيد العيا، وفعلا داكشي كيبان لك غير كتاكليه بساعتين كيبان انه حيد لك العيا، بساعتين كتفتح لك الشهيه. يعني كتاكلي دوك جوج معالق، صراحه ما تناكلش غير جوج معالق، راه تناكل نيت دوز ساعتين كنحس بالجوع. ثالث حاجه هو انه كيحيد لي غاز. بالنسبه للناس اللي عندهم حساسيه من الجلوتين فهاد المنتج هذا راه خالي
من الجلوتين. الحك هذا تقريبا راه فيه تقريبا كيلو، يعني يقدر يدي لك تقريبا 3 شهور. بالنسبه للمنتج كما قلت لكم فهو وصلني يعني ما شريتوش، وصلني. ولكن هادشي كله اللي قلت لكم في هذا الفيديو هذا فهو صحيح 100%. والمكونات اللي قلت لكم والشرح ديال المكونات اللي قلت لكم فهو ايضا صحيح 100%. وتقدروا تقلبوا عليهم راسكم على هذه المكونات هذه. فعلا هذه المواد هذه كلها ما لقيتش عليها حتى شي اضرار، كلها مواد اللي هي نافعه ومزيانه بزاف بالنسبه للجسم وبالنسبه للقولون. المواد هذه اللي ذكرت لكم في اللي كاينين في هذا المنتج هذا عندها فوائد اللي هي عديده اخرى من غير هادشي اللي ذكرت لكم. انا ذكرت لكم فقط الفوائد اللي خاصه بالقولون العصبي، اللي خاصه بلا فيديو تاع اليوم واللي خاصه بالمنتج. كنتمنى تكونوا استفدتوا من التجربه ديالي مع هذا المنتج هذا. الا كانت شي وحده فيكم ديجا جربت هذا البرودوي هذا ولكن تكون جربات ونيت واحد المده اللي هي كافيه، تحاول انها تكتب لنا التجربه ديالها معاه في اسفل الفيديو في التعليقات. وبسلامه عليكم، الفيديو اخر ان شاء الله.